هو البرنامج الوحيد مباشر في فنون حاليا، بس عندي فكرة على برنامج حليم مبارك. من خلال 3 أيام صار خلل فني وقام فنون يعيد الحلقات كلها حاليا. لا انا الحين بجاوبك على هالموضوع، طبعا ان شاء الله يا ابو محمد. الحين انا بجاوبك على هالموضوع لانه يمكن وايد ناس قاعد يتكلمون عن هالموضوع. نعم. يعطيكم الف عافيه، منورين ان شاء الله. يطول لي عمرك يا ابو محمد. الله يعافيك. طبعا يا جماعه بالنسبه حق زميلتنا الاعلاميه حليمه بولند، احنا طبعا ذكرت انا ببرنامج قريش اللي قبل رمضان ان حليمه، وخذينا اتصال معاها مباشره، ان حليمه صورت 16 حلقه ووقفنا لظروف حملها. وطبعا قاعد تطلع الحين قاعد تنعاد الحلقات من البدايه عبير. يعني الحين قاعد تشوفون حلقه اول يوم، فما في خلل ولا شيء. وطبعا احنا ودنا ان تطمن على صحه يعني حليمه بهالوقت، فيعني يا ريت تطمنا عليها حليمه. وايد ناس قاعد يسالونا عليك، وايد ناس قاعد يدزوا لي البي ام وقاعد يكلمون يا حليمه. والله طمنيني، قاعده نبي نوقف هالاشاعات حليمه. يا ريت اي والله، عشان والله يبعد عنك العين ان شاء الله يا رب. طبعا ما شاء الله عندنا اتصالات حق اديبه وايده. عندنا بعد المعد مفرح ان شاء الله يحاول يتصل عليها يا رب. يعني حليمه اذا تتابعينا نبي اتصال منك نطمن عليك، جمهورك حبايبك يبغون يطمنون على حليمه، فنبي ناخذ الكلام منك انت ان شاء الله يا رب تردين علينا. ما ادري في عندنا اتصال. ورجعنا لكم مشاهدينا مرة ثانية، مستمرين معاكم مع مصممة الأزياء أديبة المحبوب. لكن قبل ما أنتقل لها، طبعا في موضوع دار بيني وبين عبير وزان. اتصالي لها قبل البرنامج، صح عبير؟ قبل البرنامج. من طبعا خارج الكويت، من إحدى الصحفيات. يعني تقول أنت ليش بخصوص برودكاست عن زميلتنا حليمة بولند، يعني ان ليش انت انت مطرشه برودكاست ان انت تقولين حليمه كذي. طبعا انا قاعده ادعي لها، فقالت لي هل هالشيء انه عشان في غيره بينك وبينها؟ يا ناس يا عالم، ما حد يتشمت في مرض او في شيء مو زين. فانا بتكلم بعد اذنك يعني لوين؟ ارجوكم يا يعني ما في داعي حق هالكلام. هذا واحد. 2 حليمه زميلتنا. 3 حليمه يعني تجمعنا بيننا وبينها زماله واخوه، وما في بيننا وبينها خير، وهي نجمتنا هالسنه برمضان. فارجو على الناس اللي قاعد يدقون، او الزميله هذه اللي دقت من خارج الكويت، ماشي، يعني خافوا ربكم ما حد يتشمت على حد بمرض. وبعدين انا بقول شغله، اللي ما يعرف يعني المشاهد اللي ما يعرفه، ترى من اقرب الاشخاص بالوسط الفني انا وحليمه بولند. يا ناس يا عالم، انا وحليمه بولند صداقه مو طبيعيه. حتى لما احنا نسافر انا كلمه وهي تكلمني. يعني الله لا يفرقكم ان شاء الله. الله لا يفرقنا، وان شاء الله يا رب تتصل علينا ونشوف، لان احنا بعد نبي نطمن عليها. نرجع على نجمتنا، ما يخالف حبيبتي، لان انا شويه الاتصال ضايقني وايد. فيعني نرجع مره ثانيه للازياء. محمد، الازياء طبعا انت قبل الفاصل قلتي لنا ان انت رحتي فرنسا ووايد سافرتي. شلون سوت عروض هناك؟ سوت عروض هناك. جت لك العروض أديبة؟ في بعضها طبعا، اكثرها كانت مراسلات عن طريق النت، الانترنت. يعني يشوفون عروض ازيائي، يشوفوني بالصحافه وبالهذا، فكانوا وايد لفت نظرهم وحبوها. يعني فالحمد لله لما كنت قدمت العروض، يعني هم يعني يحبون الزي العربي، وزينا زي عربي يعني هذا، فكانت وايد يعني طلب عليها. والحمد لله عرضت في كذا دولة أوروبية وفي أمريكا وفي فكانت ردة الفعل، لأن في حس يعني على قولتهم مثل رجعتينا الزمان اللي قبل. يعني لأن احنا لبسنا مش التصاميم اللي فيها تعري أو اللي فيها، لا، تحس اللي فيها يعني مثل تقول تراث يعني من البلد نفسه. يعني فكانت عليها طلب وايد، والحمد لله. يعني دائما عندي من هالعروض هذه ازياء، وفي عروض انا اشارك فيها الحمد لله على يعني عروض لي انا اكون ان شاء الله. طبعا انا في عندي اتصال، بس بعد الاتصال راح نتكلم عن انك لبستي اليسا شلون وشنو ردة فعلها، بس بعد الاتصال.